بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي وإخواتي ومتابعيني، جيت لكم النهاردة بفيديو جديد أو حلقة جديدة من مطبخي مطبخ سمية. النهاردة جيت هوريكم طريقة الفراخ اللي أنا بعملها. تعالوا مع بعضينا واحدة واحدة. هو كل حد وليه طريقة، أنا هوريكم الطريقة بتاعتي. أنا عندي هنا الفراخ نقعاها في مية وليمون ودقيق وملح بس، ما بحطلهاش خل. اهي بقالها ربع ساعه منقوعه. اغسلها غسله حلوه واوريكم. هعمل فراخ اهو، شطفتها من الملح والليمون والدقيق. هنا بقى معايا معلقه سمنه على البوتاجاز، معايا هنا ورق لوري وحبهان ومستكه. الحاجات دي مهمة جدا يا جماعة، والتكات دي مهمة جدا. بعمل ايه انا؟ بحط معلقة السمنة على النار كده زي ما انتم ما شايفين، وبجيب الورق اللوري مع المستكة والحبهان وبحطهم في قلب السمنة دي كده. هنا بديهم تقليبة كده، مجرد ما الريحة بتاعتهم بتطلع بحط عليها الفراخ، ومع بعضينا واحدة واحدة وبنشوف الطريقة. والطريقة دي هتعجبكم إن شاء الله. نصلي ونسلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عندي هنا ملح وفلفل بس بعد اللوري والحبهان والمستكة. معايا هنا بصلايه مقطعاها مكعبات، وطماطمايه برضو مقطعاها مكعبات. الليمون كفايه قوي بيطلع الزفاره، والدقيق يطلع الزفاره. هنا كده ريحه الحبهان والمستكه طلعت معايا، والورق اللوري. بعمل ايه؟ بجيب الفراخ وبحطها عليه تمام. بديها تقليبه كده كده. بجيب الملح والفلفل وبرش عليه كده بالشكل ده كده اهو. كده بقى بك الميه اللي فيها كلها. بحط معاها هنا الطماطمايه والبصلايه عليها كده. طريقه حلوه جميله جدا وهتعجبكم ان شاء الله باذن الله. بغطيها كده 5 بس لحد ما تكب الميه اللي فيها كلها، وبعد ما تكب الميه اللي فيها وتنشف هرجع اوريكم هعمل ايه تاني فيها. دي اول خطوه ليها. بصوا يا حبايبي، جيت لكم اهو بعد ما الفرخه شربت الميه اللي فيها ونشفت. بعمل ايه بقى؟ عندي ميه مغليه، بجيب ميه مغليه وبحطها عليها، وبحط هنا مكعب مرق الدجاج. المكعب ده بيديها نكهه وبيديها طعم. هنا معايا ميه مغليه بحطها عليها كده لحد ما بغطي الفرخه كده. بعد كده بغطي عليها وبسيبها لحد ما تستوي وجيت لكم بقى يا حبايبي بعد ما الفراخ استوت اهي وبقت ريحتها جميله، ريحتها تحفه.
بعمل ايه بقى؟ بعد ما طلعتها وصفيتها من الشوربه بتاعتها، الطريقه دي لو عملتوها وجربتوها هتعتمدوها. بمسك الفراخ كده وهوريكم هعمل فيها ايه. هنا بجيبها بدهنها. هنا عندي ايه بقى؟ عندي هنا معلقتين صلصه، حط عليهم بصل بودر، توم بودر، ومرق دجاج، وحاطه بابريكا وموضباها، ومعلقه زيت بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بمسك هنا الفرخه الحته كده بسم الله وبدهنها كده بالصلصه اهي، بدهنها بالشكل ده. ريحه الصلصه كمان جميله مع ريحه الفراخ تحفه اهي. بدهنها كده اهو اهو كده بالشكل ده كده اهي اهي اهي. بدهنها من كل ناحيه كده اهي. طريقه حلوه وجميله في كل حاجه، في السوا وفي التتبيله وفي كل حاجه، طريقه جميله اهي اهي كده. بفتح الفرن هنا وبحطها بالشكل ده كده اهي. عملت الفراخ وتبلتها بالتتبيله بتاعتها وحطيتها في جوه الفرن. تعالوا بقى اوريكم هعمل ايه. عندي هنا باميه ويكا، قطعتها وقطعت الفلفل الاحمر ده زي ما انتم ما شايفين كده عليها. معايا هنا ايه؟ معايا راس توم ومعلقه سمنه، توم مهروس. هاخد من التوم المهروس ده نص معلقه كده اهو، نص معلقه. بحطه ايه؟ بحطه على الشوربه هنا، وادي الشوربه اهي، بولع عليها اهي. بديها تقليبه كده صغيره مع ايه؟ مع مكعب مرق الدجاج اهو. بحطه كده برضو زي ما قلت لكم بيديها طعم. بحطه مع الشوربه. بعد كده بجيب الباميه وبحطها في قلب الشوربه بالطريقه دي اهو. برضو طريقه هتعجبكم، طريقه جميله حلوه وهتعجبكم وهتشوفوها. انا بقى مش هغطي على الباميه. ليه؟ لان الباميه لما بتغلي بتفور زي اللبن، فبسيبها مكشوفه لحد ما تغلي. تعملها انا هنا الباميه بعملها بالمفراد بالطريقه التقليديه، وبحب اعملها بالمفراد. بس عشان خاطر البنات المستجده اللي ما بتعرفش، في بنات ما بتعرفش تمسك المفراد، بعملها بالهراسه. بديها كده بسم الله ضربتين ثلاثه بالهراسه كده اهي اهي، بالهراسه كده زي ما انتم شايفين اهي. هرستين ثلاثه بتبقى معايا بالشكل ده كده اهي. بشيلها بقى من على النار وبحط الطشه بتاعتي على النار. هنا الباميه اتهرست معايا اهي، وهنا الفراخ في الفرن اتحمرت، وهوريكم بعد ما اتحمرت الشكل النهائي بتاعها ايه اهو. الهراسه بتاعت البطاطس اهي، بصوا بقت بالشكل ده كده كده كده. ادي الشكل بتاعها. نصلي ونسلم على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. التومه يا جماعه بتاعت الباميه والملوخيه بصفرها مش بحمرها. ليه؟ عشان لما بتحمر بتمرر. الصفرة
بتدي طعم وشكل، طعمها بيبقى حلو. اهي الطشه اهي. التوم وانت بتدق التوم وتنعميه بتحطي معاه معلقه كزبره صغيره، معلقه شاي صغيره كزبره اهو. اهي اصفرت التومه معايا بالشكل ده اللي انتوا شايفينه ده اهو. وبعد كده بعمل ايه؟ بحطها على الباميه. بسم الله. يا جمال الطشه، حلاوه الطشه وريحه الطشه الجميله اهي. بصوا اجمل طبق ويكا شفتوه في حياتكم اهو. طبعا انتوا عارفين ان الباميه بعد ما بتطش ولا الملوخيه ما بتتحطش على النار تاني، لا بغطيها بقى اهي. اهي شوفوا الجمال، شوفوا الشكل بتاعها الجميل اهو. ادي شكلها. بغطي عليها بقى شويه كده. بعد ما خلصت خالص رجعت لكم بالشكل النهائي اهو. الاكل اللي انا عملته ده الشكل النهائي بتاعه. عندي هنا بقى الفلفل المحشي اهو، وعندي ورق العنب، بس انا ما رضيتش اجيب لكم الورق العنب عشان عملته لكم قبل كده. والفراخ بعد ما اتحمرت ادي شكل الورق بتاع العنب اهو. زبده اهو. وادي الباميه بعد ما عملتها بشكلها الجميل اهو اهي الشكل بتاعها. وادي الفراخ اهي والمحشي كده. ده شكل الاكل بعد ما اتعمل، وبالهنا والشفا لكل اللي ياكل. ودي نهايه الحلقه بتاعتي معاكم. ما تنسوش لايك سبسكرايب، واشوف وشكم بخير. السلام عليكم ورحمه الله.